السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بصحه جيده يا ربي، وعواشركم مبروكه. الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه وباش ما كتمناو. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. كنعتذر بزاف على الغياب الطويل على القناه، وان شاء الله ما يبقاش يتكرر. اليوم جبت لكم سباغيتي بالكروفيت وبصوص بلانش كريمه ديال الطبخ. اكيد غادي يعجبكم الفيديو. زوين بزاف، وصفه جد رائعه، واللي ما كانش كروفيت تعوضوه بالدجاج. تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير وتبعوا الفيديو الى الاخر. وبداية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبغيت نقول لكم عيد المرأة سعيد، والله يحفظكم، يحفظ لنا الأمهات ديالنا وجميع النساء يا ربي. وبالمناسبة اللي مازال ما مشتركش في القناة وأول مرة كيشوفها يشترك ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من التعليق ديالكم الزوينة اللي كنقراها كاملة، ما تنسونيش من اللايكات. شكرا لكم على المتابعة. اول حاجه غادي ندير الماء يغلي باش نسلق سباغيتي. ضفت ليه شويه الملحه وشويه زيت الزيتون، وإلا كان متوفر عندكم ورق الغار حتى هو كيعطي واحد النسمه زوينه ضيفوه. وهنا البنات عندي واحد المقله اللي سباغيتي كتسلق، وغادي نبدا باش نصايب هاد لاصوص اللي كتجي زوينه. غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، ونضيف زيت الزيتون ونحركها شويه. من بعد غادي نضيف الثومه، يعني الثومه على حسب الكميه ديال سباغيتي. انا درت غير وحده صغيره، سباغيتي صغيره، ضفت ليها هذا القياس. درت 4 دروسه ديال الثومه، كيجو صراحه كيجو زوينين. صافي غادي نضيفهم وغادي نحركهم حتى يولوا ذهبيين شويه. من بعد غادي نضيف شامبينيون اللي قطعته، عندي شامبينيون طري قطعته، ومطيشه حتى هي قطعتها رقيقه بالقشره ديالها، حيت لها غير الزريعه وقطعتها رقيقه بزاف. بالنسبه لبنات الشامبينيون اللي ما متوفرش عندها ما ديروش، انا ملي ما كيكونش عندي ما كنديروش، ماشي ضروري. ودابا غادي نشحر الوصفه ديالي كيف ما شفتوا، نشحرها مزيان مزيان حتى تدبل. من بعد غادي نضيف لها قزبر ومعدنوس اللي مقطعين رقاق، يعني ديروا واحد الكميه كثيره شويه. كتعطي واحد المذاق زوين. وغادي نزيد زيت الزيتون، غادي نزيد شويه نضيفه. وغادي ندير شويه د البزار، شويه د الملحه، وشويه د الفلفله حمراء. صافي هادو هما العطريه اللي كيكونوا فيها. ما تزيدوا حتى شي حاجه. بالنسبه للفلفله حمراء انا ما كانتش عندي، ما درتهاش، درت غير البزار والملحه. وهنا كيف ما شفتوا كناخد الماء اللي طابت فيه سباغيتي هو اللي كنسقي به هاد لاصوص، لان الماء كتكون فيه واحد النشا وكتكون كيعطي واحد الختوريه واحد التعليكه زوينه للاصوص. حتى ملي ديروها بمطيشه سقيوها بهاد الماء ديال سباغيتي. المهم دابا غادي نضيف الكروفيت وغادي نخليه يتشحر مزيان ويطيب مزيان ونرجع معاكم. ومن بعد ما لاصوص عقدات كيف ما شفتوا الكرافيت خدا حقه في الطياب وما كنطيبوش بزاف. ودابا غادي نضيف الكريمه ديال الطبخ. غادي نضيف غير وحده على حسب الكميه. اللي درتو سباغيتي كتيره ديروا جوج. انا كنستخدم هاد لامارك هادي. غادي نضيفها وغادي نحرك الخليط ديالي ونخليه حتى يعقد مزيان، وديك الساعه غادي ندوز باش نخلطو مع سباغيتي. وهنا كيف ما شفتوا سباغيتي ديالي طابت، ما تخليوهاش طيب بزاف. صافي غنضيف ليها هاد الخليط هذا وغادي نحركها مزيان ونقدمها لكم بصحه والراحه. نتمنى انكم تجربوها، اكيد غادي تعجبكم، تعجب وليداتكم، وكتجي رائعه هكا في العشاء. وهذا هو الشكل النهائي ديال سباغيتي. كتجي زوينه ولذيذه وكتكون فيها واحد التعليكه يا سلام، يعني تعجب الكبير والصغير. الا كان عندكم فخوماج حكوه وديروه فوق منها هكا ملي تكون سخونه، كيعطي حتى هو واحد المذاق رائع. انا ما كانش متوفر عندي ما درتوش. ونتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. الى عجبكم شجعوني باللايكات والتعاليق ديالكم باش هكذا نكمل في القناه. وشكرا لكم بزاف بزاف، والى اللقاء الى وصفه قادمه ان شاء الله.